السلام عليكم متتبعين طباخة السوسية. نقدم معكم كيك بالبرتقال والشوكولات وندوزو طريقة التحضير. عندي 3 ديال البيضات، كاس ديال سنيدة بقياس كاس العنبة، بالطراب الكهربائي حتى يندمجوا المكونات وتذوب معنا السنيدة. غادي نضيف كاس زيت بقياس كاس العنبة، غادي نضيفوه على شويه بشويه على دفعات ماشي مره واحده، ونستمروا في التطريب ديال الخليط. وغادي نضيف واحد ياغورت، غادي نضيف واحد فاني. غادي نستمر في التحريك في التطريب غادي نضيف قليل من الملح، قشر البرتقال، عصير البرتقال، غادي حتى هو نضيفوه على دفعات. وغادي نستمر في التطريب ديال الكيك. وغادي نضيف الدقيق الخاص بالحلوى، عندي 4 كؤوس. غادي نضيف 3 ديال الكيسان وغادي نطربهم في الاول. وغادي نضيف 2 خمارات من فئة 16 غرام، وغادي نزيد الكأس الرابع وغادي نخلط كل شيء. هذا هو القوام كما تيبان لكم. غادي نضيفها في المول، دهنوه بالزبدة والدقيق اي مول عندكم. وغادي نضيفها في الفرن على نار مهيله. غادي ندوزو الطريقه التاليه: كيك بالشوكولا، دي 3 ديال البيضات، كاس ديال السنيده. غادي نضرب المكونات مزيان، غادي نزيد كاس ديال الزيت على دفعات، كاس ديال الياغورت، واحد فاني، 3 كؤوس ديال الدقيق نضيفهم على دفعات، وجوج خمارات من فئة 16 غرام، وجوج معالق كبار من الكاكاو. هذا هو القوام كما تشوفوا، خفيف شويه. غادي نضيفوه حتى هو في المول، غادي حتى هو ندهنوه بالزبده او بالزيت وديروا ليه الدقيق. غادي نضيفهم في الفرن على نار مليله اي شويه ماشي كثيره، قل من متوسطه. درتهم دابا في الفرن على هاد الكيفيه، نار قليله. هما طابو، كديروا شي عود او كيردون او باش كتقلبوا واش طايبين ولا باقي. عندنا 2 كيسان ديال البرتقال، 3 معالق ديال السنيده، 2 معالق كبار ديال النشا الذره. غادي نديرهم فوق النار حتى يتماسك معايا الخليط. هذه هي الكيكه من بعد ما وجدات. غادي نضيف عليها البرتقال من بعد ما تماسك معايا الصوص ديال البرتقال. غادي نضيفه على الكيك بهذه الكيفيه، وغادي نديرها في الثلاجه تبرد واحد شويه. غادي نضيف عليها قطع ديال البرتقال، نضيف عليها قطع ديال البرتقال وغادي نديها للثلاجه
صيبوا الصوص اللي غادي نديرو في الشوكولات، يعني في الكيك ديال الشوكولات. عندي 2 كيسان ديال الماء، يمكن لكم تستبدلوهم وديروا 2 كيسان ديال الحليب، 3 الكيسان ديال السنيده، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، 2 معالق ديال النشا، 2 معالق كبار ديال النشا، وغادي حتى هما نضيفهم على النار حتى يتماسك معايا الخليط. كندير فوق النار وكنستمر في التحريك حتى كيعقد. كنزيد معلقه ديال الزيت او زيدوا معلقه ديال الزبده، لكم الاختيار. 10 قطع ديال الشوكولات غنضيفهم من بعد ما طفيت النار وعقد معايا الخليط. غادي نزيد 10 قطع ديال الشوكولات ونستمر في التحريك. غادي يذوب غير بهذيك الحراره اللي كاينه فيه. هذا هو كيك شوكولا من بعد ما وجد معنا. حتى هو غنضيف عليه الصوص شوكولا هذه الكيفيه، وغادي نحطو في الثلاجه يبرد شويه. وغادي نزين بالقرقاع، يمكن لكم تضيفوا هذه الاضافه ولا بلاش تخليوه غير هكاك. هذا هو الكيك ديالنا من بعد ما وجد. كان لكم تزيدوا هذا القرقاع اولا تحيدوه ولا تضيفوا قليل من الشوكولا، لي بيبيت شوكولا، اولا تخليوه غير هكاك حتى هو تيجي زوين. هذا كيك ديال البرتقال، في الجناب درت فيه شويه ديال الكوك، جوز الهند، قليل من جوز الهند في الجناب، كيجي بهذه الكيفيه. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. الله يجازيكم بخير. هادو هما لي كيك ديالنا بجوج من بعد ما وجدوا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الله يجازيكم بخير. شكرا على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله. إلى فيديو قادم إن شاء الله.